تفتكر إيه مرعب أكتر، الجن ولا مخاوفك الداخلية؟ طب ماذا لو الاتنين اتحدوا ضدك ولقيت نفسك محطوط في متاهة مش عارف تفرق فيها بين الواقع والخيال، ودخلت جوه عالم الفيل الأزرق اللي مليان ألغاز وأسئلة ملهاش إجابة؟ بس دلوقتي جه الوقت عشان نقرأ اللي ما بين السطور ونكشف كل الأسرار. فاستعد لبدء رحلتنا في شرح وتحليل فيلم الفيل الأزرق، الفيلم اللي دخل في أعمق زوايا العقل البشري وقدر يجمع بين الجنون والسحر في عمل واحد، وده اللي حير الجمهور وخلاه يواجه كتير من الرموز الغامضة وخلى الأقاويل والنظريات تكتر حوالين الفيلم، لأنه ما كانش مجرد قصة حب أو جريمة أو حتى رعب، بل أعمق من كده بكتير. فتعالوا ناخد رحلة نفسية وفلسفية وكمان ميتافيزيقية عشان نفك شفرة الفيلم ونجاوب على كل الأسئلة. هل اللي حصل فعلا كان حقيقي ولا مجرد هلاوس؟ وإيه هي حقيقة يحيى راشد اللي كان بيهرب منها؟ وهل كان مريض نفسي ولا فعلا بيواجه الجن؟ النهاردة هنقف بين العلم والخرافة وبين العقل والجنون عشان أوريك فيلم الفيل الأزرق كما لم تراه من قبل. أكشن! في سنة 2010 بدأ المؤلف أحمد مراد في كتابة رواية الفيل الأزرق، وبعد سنتين وقبل إصدارها بشكل رسمي للجمهور في سنة 2012 بعتها لصديقه المخرج مروان حامد عشان يقرأها، واللي عجبته جدا وقرر يحولها لعمل سينمائي. وفعلا بعتها على طول للنجم كريم عبد العزيز، نالت إعجابه بس كان متردد في إنه يعمل شخصية يحيى راشد، وده لأنها مختلفة عن باقي شخصياته ونوعية الفيلم كلها جديدة على جمهوره. كان في قرية الرواية جالي حالة جنون بالورق، عجبك الورق جدا، تعمل الدور أرجع. بس بعد تفكير كتير بيوافق وبيقرر ياخد أكبر مغامرة في مسيرته الفنية في دور مش بس هيكون علامة فارقة في مشواره، ولكن كمان هيفتح له أبواب جديدة عليه. وعايز أقولك على حاجة، مروان حامد فتح لي باب جواه يا أستاذ عمرو وخلاني أطلع أوت أوف ذا بوكس. وبعد ما نزلت الرواية وحققت نجاح ساحق والجمهور حبها وكمان حصلت على جوائز كتير، كان أنسب وقت إن بعدها بشهور ينزل فيلم الفيل الأزرق عشان تشهد سنة 2014 على أول تعاون بشكل رسمي بين أحمد مراد ومروان حامد، واللي استمر بعدها في أعمال كتير جدا. هو اللي قال لي أنا عايزك أنت تكتبها، لكن ده كان طلب مروان وهو شايف إن أنا ممكن أطلع من هذا النص. فتعالوا نشوف هل نجح فعلا أحمد مراد في كتابة سيناريو الفيلم بشكل جيد، وإزاي مروان حامد قدم لنا رواية الفيل الأزرق على الشاشة. بنفتتح الفيلم مع شخصية يحيى راشد اللي الكادر بيجيبه متشقلب، فتفهم مبدئيا كده إن الراجل ده حياته متشقلبة. المهم بنلاقيه صاحي من النوم مخضوض وعرقان، وأول حاجة بيعملها إنه يروح يشرب كحول. عايزك تركز معايا بقى في كل تفصيل عشان الحلقة دي هيبقى فيها معلومات كتير جدا ومش عايزين نتوه من بعض. أول مشهد ده تفهم منه إن يحيى مصاب بداء السكري، ومن أعراضه اللي ظهرت لنا في أول دقيقة الكوابيس أثناء النوم والتعرق والإحساس بوغز في أطراف الجسم، وكمان عدم وضوح الرؤية أحياناً، وبنشوف ده في عدة مشاهد. وحتى بعدها راح أخد حقنة أنسولين. وعلى فكرة الكحول والسجاير من أكتر مسببات هبوط السكر في الدم، وهو مدمن عليهم طول الفيلم، حتى ده باين من كم الأزايز اللي في شقته. طب من الآخر أنا بقولك ده كله ليه؟ يعني عشان تعرف إنه مصاب بمرض السكري واللي قد يسبب نوبات الصرع أو فقدان الوعي. تمام، حط بقى الحتة دي كده على جنب وهنبقى نرجع لها بعدين. يحيى بينزل يركب تاكسي ويروح على مستشفى العباسية. هو المتحف الإسلامي اتسرق؟ الكلام ده من 3 أشهر بس. بيروح هناك يقابل مديرة المستشفى دكتورة صفاء، وبنعرف إنه منقطع عن العمل بقاله 5 سنين. لسه قاعد لوحدك؟ مفيش حد ظهر؟ مفيش، برتاح لوحدي. يحيى شخص منعزل ومكتئب، وده حتى بيبان في كم السلوكيات اللي هو مدمن عليها بجانب بيته العشوائي جدا. بس اللي زعلني أكتر إني عرفت إنك ما قدمتش ورقة واحدة في رسالة الدكتوراه. ومهم تبقى عارف إن رسالة الدكتوراه بتاعته موضوعها كان التحليل النفسي عن طريق لغة الجسد. عينيها ثابتة، عاملة مشغولة، متوترة، بتستعد للهجوم. وده اللي مخليه لابس نظارة في أغلب الوقت عشان محدش يقدر يقرأ لغة الجسد بتاعته، وتصرح بده بشكل مباشر في إحدى مشاهد الجزء الثاني من الفيلم. مش هيقلع عن النضارة، عينيها تفضحه، لسه بيشرب. المهم دكتورة صفاء بتجبره إنه يرجع يشتغل في المستشفى عشان ما ينفصلش،
وبتنزله في عنبر 8 غرب. 8 غرب النهارده اقوى سجن متأمن في مصر، حاجه تليق كده بمتهمين جرائم نفس. يحيى قبل ما يروح بياخد نظرة على عنبر 8 غرب وبيتعرف على الممرضين والدكاترة اللي معاه وكمان المرضى. انما يعني انت ما لقيتش غير 8 غرب وتنزل فيه؟ عندنا 73 حاله منهم 61 متهم قتل. في المشهد اللي بعده بنلاقي يحيى بيروح يلعب بوكر ويشرب حشيش. مفيش حشيش؟ طبعا. البوكر رياضتي المفضله، وقرايه لغه الجسد اقوى تمرين. الحشيش اللي من أكتر الحاجات اللي بتأثر على الدماغ وبتعمل هلاوس وكمان تخيلات، بجانب إنها قد تؤدي للإصابة بالذهان. ومن الحاجات المهم تعرفها عشان تفهم شخصية يحيى راشد هي سيكولوجية المقامر. ليه ممكن حد يكون مدمن على القمار؟ تفتكر بس عشان الفلوس؟ لأ، هتلاقي إن من أبرز الأسباب هي الهروب من الواقع أو الشعور بالذنب أو اليأس، بجانب محاولة المقامر في إيجاد اعتراف من الآخرين والحصول على التقدير. فده اللي بيديله إحساس زائف بالتحكم، يعني حياته بتبقى متدمرة بس على الترابيزة بيكون هو المسيطر. من كام يوم كنت قاعد في اوتيل مستني ميتنج على الغدا، لقيت فرس داخل عليا، عينيها ما نزلتش من عليا. قاعده فين؟ رحت نازل ريسبشن حجزت اوضه. احلى ساعتين قضيتهم في حياتي. صرخت صريخ بنت الكلب، يبقى مش عايزه نمشي. العصب المصري مش موجود عندهم في بلدهم. بجانب ان يحيى دارس لغة جسد، فبيلاقي متعة رهيبة في البوكر، اللعبة اللي بتعتمد على إخفاء المشاعر وردود الفعل. حرفياً كل اللي بيلعبهم بيبقوا مديله البوكر فيس. ايه تحليلك للكلام ده؟ احكي من ورا لقدام، بس الليله دي كلها نتع يعني كذب. ولما قلت انك حجزت اوضه من الريسبشن لعبت في مناخيرك طول الوقت وانت بتتكلم، عينك في عين اللي بتكلمه عشان تطمن ان هو مصدقك. شاكر بيه للاسف 90% عندك ضعف جنسي وبتحاول تداري بحكايات وهميه. يحيى بيرجع بيلاقي فيه جواب مبعوت له على البيت، ولما بيفتحه بيلاقي رسمة ما بيفهمهاش، فبيقوم رميها في الصندوق وبيدخل ينام. عشان يصحى يلاقي كلب فوقيه وراجل اسود قدامه. وعلى فكرة استخدام إضاءة صفرة في مشهد زي ده تشير للاضطراب أو الجنون. المهم إن يحيى بيقوم ويحاول يدور عليهم في الشقة، ولكنه مش بيلاقي أي حاجة، ثم شاشة سودة وبيلاقيه قاعد نايم في البانيو وبيصحى مخضوض. فهنا استخدام الكات تو بلاك في النقل بين المشاهد يخليك في حيرة، هل هو فعلا شاف الكلب وبعدها دخل نام في البانيو، ولا هل ده حلم كان بيحلمه وفاق منه لقى نفسه في البانيو؟ يحيى بيروح المستشفى وهو داخل هناك بيقابل عم سيد. دكتور يحيى. عم سيد، هو عارف انك هترجع، مكتوب نتقابل عند الشجرة. قلت لك معايا قميص عايزك تظبطه على مقاسك كده وتخليه ألاج، شوف نصيبك بقى. في حالتين بيجوا جداد للمستشفى، ويحيى بيدخل يقرأ الملفات بتاعتهم وبيلاقي فيهم شريف الكردي، فبيستغرب وبيروح على طول يبص عليه وبيقرر انه ياخد الحالة بتاعته. شريف معقوله مش فاكرني؟ 10 سنين تقريبا ما تقابلناش. ملح في الاكل، هوصيلك على ملح في الاكل كتير. وبنعرف انه كان صديق قديم ليحيى، كان دكتور برضه بس دفعة اكبر منه، وانه متهم بقتل مراته واجهاضها بعد التعدي عليها. الورق ده مكتوب فيه كلام غريب انا مش مصدقه. شريف انت موقفك صعب، انا لو مكانك تتكلم معانا الاول، لو مش عايز تتكلم اكتب. يحيى بيروح يحاول يفهم ايه الرقم ده، ولكنه مش بيوصل لأي حاجة. ثم بتجيله مكالمة من لبنى أخت شريف الكردي وبتطلب إنها تقابله. وفي اليوم اللي بعده وقبل ما يروح يقابلها بيقعد مع شريف للمرة التانية. ما قتلتش. امال مين اللي قتل؟ لا قاعد جنبك ده. وفي حد تاني معانا في الاوضه؟ معقوله يا شريف؟ تفتكر اللجنه اللي هتشوفك هتصدق دكتور حافظ اعراض اتهرست 60,000 مره في السينما؟ يحيى بيحاول يختبر إدراكه وأفكاره، فبيعرض عليه شوية رسومات كده، ولكنه ما بيتفاعلش غير مع رسمة واحدة بس. باه مش حصان مثلا؟ يحيى بيكون عايز يساعد شريف فعلا، بس هو مش مديه أي فرصة. وفي اللحظة دي بتيجي اللجنة المسؤولة عن تقييم الحالات. اخبار الكيس ايه؟ هلاوس سمعيه وبصريه، بنتكلم في سكيز. اللجنة بتحاول تضغط عليه عشان يطلعوا منه بأي معلومة، ولكن برضه مفيش. اشتغل ايه؟ تاجر بغال. بيقولوا انك قتلت مراتك، الكلام ده صحيح؟ انت عايز ترمي على انهي نوع من السكيز؟ بارانويا مثلا؟ احنا كام واحد في الاوضه؟ 6. احنا 5. جبت منين السادس ده بقى؟ شريف بيقوم يكتب نفس الرقم على الحيطة، وبعدها دكتور كيلاني رئيس اللجنة بيسأل يحيى هل كان يعرف شريف قبل كده ولا لأ،
خاصة إنه أكبر منه ب5 سنين بس، فأكيد لحقه في الجامعة. ولكن يحيى بينكر إنه كان على علاقة بيه. رأي حضرتك يا دكتور؟ اكيد هيتعبنا جدا، سهل جدا يختلق اعراض. ما كنتش بتشوفه ابدا؟ مش قادر افتكره خالص يا دكتور. يحيى بعدها بيروح يقابل لبنى لأول مرة بعد 10 سنين، عايز أقولك إن مشاهدهم في الفيلم سوا هي الأبطأ من حيث الإيقاع، وكان فيها مط بدرجة كبيرة. اتجوزت، خلفت هانيا، اتجوزت. مراتي وبنتي ماتوا في حادثة على طريق الساحل الشمالي من 5 سنين. هتلاقي يحيى أول ما شاف بنت لبنى الصدمة ظهرت على وشه، وهي كمان لما عرفت إن يحيى أرمل دلوقتي قامت مدارية الدبلة، فتستنبط إن كان في بينهم مشاعر قبل كده. احكي لي اللي حصل. شريف وبسمة اتعرفوا على بعض في فرح، وبعديها بكام شهر اتجوزوا. العلاقة كانت ماشية كويس لحد قبل الحادث بشهرين. كانت حاسة إن شريف متغير من ناحيتها. يحيى بيسألها عن تفاصيل حادث أخوها، وكانت شاكة إن الموضوع ده بسبب الحمل. العيب كان هو شريف. كانت بتقول إن هي حاسة إن هو على علاقة بحد تاني، وقالت لي كلام غريب قوي، بيكلم حد وهو قاعد لوحده. بيخليها تحكي له كل حاجة عشان يقدر يجمع أكبر قدر من المعلومات. مش عارف إذا كنت تعرفي ولا لا، بس بسمة لما اتقتلت كانت حامل. شريف كان هيموت على طفل، مش معقول يكون عمل كده بعد ما قعدوا يستنوا 4 سنين. ممكن يكون شك إن اللي في بطنها مش ابنها. لا، أنا أعرف بسمة أكتر من نفسي أقعد تقول كده. أو ممكن يكون في واحدة تانية. يحيى بيسألها لو معاها مفاتيح شقة شريف، وبتبقى موجودة معاها فعلا، وبيروحوا سوا لهناك، وصدفة بيلاقي كل العناصر المؤثرة في سير الأحداث بتاعة الفيلم، يعني تليفون شريف وكتاب الجبرتي وكارت للمكان اللي عمل فيه تاتو وصورة لمراته وهي رسمة تاتو. فيعني ده يحسسك بركاكة في الحبكة. أصل ما هو لو يحيى لقى كل الحاجات دي، طب يعني المباحث لقت ايه بقى؟ بس ماشي، خلينا نكمل. يحيى بيروح البيت وبيلاقي على تليفون شريف صور غريبة ليه، وصورة لقميص، وكمان صورة للمتحف الإسلامي. وفي اللحظة دي بيفتكر لما قرأ في الجرايد إنه اتسرق، وده يوريك حب مروان حامد الدائم لتقنية الفور شادو، واللي بيلمح لك من خلالها بشيء ما تفهمهوش غير بمرور الأحداث. بس هل عرفنا إزاي شريف سرق القميص الأثري ده من المتحف الإسلامي؟ للأسف لأ. المهم يحيى بيقلب في كتاب الجبرتي وبيلاقي نفس الرسمة اللي اتبعتت له على البيت موجودة في الكتاب، وبيكتشف إن الجرح اللي شريف عمله في جسم مراته كان أصلا موجود مكانه تاتو. طيب مهم إنك تبقى عارف إيه هو كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبد الرحمن الجبرتي، واللي يعتبر من الكتب التاريخية في فترة القرن ال12 وال13 هجرياً، لأنه كان بيوصف مصر وأحوالها في هذه المرحلة بدون الانحياز لأي شخص أو جهة. المهم إن الجبرتي حكى عن قصة لأمير مرة واحدة كده طرقعت منه وبقى يعمل تصرفات غريبة، وفي يوم جه يختلي بمحظيته لقى على جسمها طلاسم ورسومات غريبة، والمحظية هي الجارية اللي بتحظى بمكانة خاصة عند الأمير. الأمير شاف الطلاسم اتجنن، إزاي حد يشوف جسم المحظية بتاعته، فقام مهددها بالقتل، واعترفت إنها راحت للشيخ صدومة اللي كان مشهور بالسحر والشعوذة. قالت له عايزة الأمير يحبني ويتعلق بيا، قام راسم على جسمها الطلاسم دي. الأمير طبعا أول ما عرف قام قتل الشيخ صدومة ورماه في البحر. هتقولي إزاي شيخ وساحر؟ هقولك وصف شيخ جاي من كلمة الشيخوخة، عشان توصف الشخص اللي سنه كبير وعنده علم ومكانة مرموقة. فيعني مش شرط ان يجي في دماغك ان الشيخ هو عالم الدين الإسلامي. طب أنا يعني بحكي لك القصة دي كلها ليه؟ عشان تبقى عارف ان هي دي القصة اللي اقتبس منها أحمد مراد الفكرة بتاعة الفيل الأزرق، ثم وظفها بقى بالشكل الدرامي اللي يخدم بيه على أحداث قصته. المهم بنرجع تاني مع يحيى اللي بنلاقيه نايم وبيصحى مرة واحدة، بيلاقي فيه كلب في شقته بيهجم عليه، ثم بنلاقي انه كان بيحلم وكالعادة بيقوم مخضوض. بس المرة دي في شيء مختلف، لانه هو ماشي في شقته زي ما تقول كده لقى اثر فعلي لوجود الكلب. يحيى في المشهد اللي بعده بيروح يسأل على سبب فصل شريف الكردي من المستشفى اللي كان شغال فيها. شريف ده طبعه كان بيهتم بنفسه في اخر ايامه، انا شخصيا شكيته انه ممكن يكون بيتعاطى حاجه، بقى غريب جدا، بحزن عليه الاهمال. وهناك بيعرف ان شريف الكردي رسالة الدكتوراه بتاعته موضوعها كان عن لغة الجسد والسكيزوفرينيا، ودي يعتبر نفس رسالة الدكتوراه بتاعت يحيى. تشخيصك ايه يا دكتور؟ لما كنت ببص في عينيه ما كنتش بقتنع ان هو مريض. في الوقت ده يحيى بيبقى في حيرة كبيرة، حاسس ان في حاجة غلط ومش عارف يوصل لحاجة ولا يفهم اللي بيحصل. المهم بيجي عليه زميله الدكتور سامح زيدان، واللي من اول الفيلم بنحس ان عنده كراهية ليحيى وبيتعمد يقلل منه، ولكن ايضا لو ركزنا معاه هنلاقيه بشكل لا واعي معجب بشخصية يحيى وبيحاول انه يقلده،
وحتى بقى بيلبس نظارة شمس زيه. دي ايطالي اصل النضاره دي، عندي واحده كده بس. سامح انت عشان مصدع. انت طالب اسمه مخ الشريف. شاكك في تي ال اي. صلع الفص الصدغي باينه. يحيى مازال بينكر إنه كان على علاقة بشريف الكردي، وده علشان يفضل شغال على الحالة بتاعته، لأن قانونياً وأخلاقياً ممنوع إن الدكتور يكون ليه علاقة بالمريض، خاصة في الطب النفسي الجنائي. تعرفه كويس بقى. اعرفه، بس اللي كان صاحبي ولا دفعتي، كان رئيس اتحاد الطلبه في 5 ساعات. بس انتوا متصورين مع بعض يجي في 7 لقطات. قلت لك ما كنتش اعرفه يا سام. في الوقت ده بيقاطعهم خبر إن شريف الكردي ضرب واحد من اللي معاه في العنبر، فبيضطروا إنهم يعزلوه في أوضة لوحده، ويحيى بيستدعيه عشان يتكلم معاه. ما تقعد يا شريف. شريف خرج. شريف ظاهريا ما بيكذبش. امال انا بكلم مين دلوقتي؟ ممكن تناديني نائل. وفي اللحظة دي بيطلع تقرير رسم المخ بإن شريف ما عندوش صرع. انت لسه بتحبها؟ هي مين؟ لبنى. القصه دي انتهت من زمان. الكذب يا صديقي. وفي القعدة دي تحس إن الأوضاع بتتبدل، وشريف بقى هو اللي بيبدأ يستفز يحيى. انت كنت بتحب مراتك؟ ايه ده؟ انا وترتك؟ مين قتل بسمة؟ اسمها باينه زي الشمس. بتدور لصاحبك على مخرج ولا عشان خاطر لبنى؟ وبيستمر شريف في الضغط على يحيى، وحتى بصريا بنلاقي إن كل واحد فيهم أخد مكان التاني. قول لي، مراتك وبنتك ماتوا ازاي؟ اتقلبت بينا العربيه، انا عشت وهما ماتوا. قدر سرعته 160 كيلو في الساعة. ده الكحول ده بيعمل معجزات يا أخي. وهنا بنعرف إن يحيى متسبب في موت عيلته، وده لأنه كان شارب وقت ما عملوا حادثة، وهو ده سبب شعوره بالذنب اللي بيطارده لحد دلوقتي، وخلاه يدخل في اضطراب ما بعد الصدمة ويكتئب ويبقى منعزل عن العالم لمدة 5 سنين. مين قتل بسمة شريف؟ اسأل شريف. بعدها لبنى بتيجي ليحيى المستشفى. هو من 3 شهور بس كان حد قال لي ان الساعه 11 بالليل هقعد في مستشفى المجانين، ما كنتش هصدق. مش عرفك ان هم اللي مجانين؟ مش يمكن احنا مش واخدين بالنا؟ وهنا بيوريها الصور اللي على تليفون شريف. دليل البراءه ولا ايدينا؟ مش عارف. وبعد شوية بيدخل يحيى لشريف وحاول يخلي لبنى تطمن عليه، لكن في اللحظة دي بيقاطعهم دخول سامح زيدان. وهنا سامح بيهدد يحيى إنه هيبلغ أمانة الصحة. انت طبعا جاي المستشفى عشان انت عارف ان دكتوره صفاء نزلتني 8 غرب صدفه، وزميلك اخويا في رحلاته الكليه اللي مش صاحبك واستلمت حالته صدفه برضك، والعربيه اللي واقفه بره 8 غرب فيها وزه بتكلم البيه في التليفون. وبنعرف إن أساس كراهية سامح ليحيى إنه كان بيحب نرمين مرات يحيى قبل ما يتجوزها. هو انت مش ناوي تبطل غل؟ بقى مدخل تليفون لمتهم في 8 غرب يا دكتور وتقول لي غل؟ مش قادر تتخيل ان هي حبتني انا. عقلك مش قادر يستوعب انك اترفضت. والله يا اخي انا ما عارف ازاي مشيت ورا واحد زيك. يبقى اسالها. لا انا هسال بنتك. يحيى بيخرج ويروح يتكلم مع لبنى. انت كنت شارب ساعة الحادثة؟ وانا ونرمين كنا بنتخانق، رغم اني كنت حالف ان اليوم ده ما نتخانقش مع بعض. نرفزتني، شربت نص ازازه ويسكي. ومن كلام يحيى عن الحادثة بنعرف إن بالرغم من مرور 5 سنين عليها إلا إنه مش قادر ينساها لحد دلوقتي. ما خدتش بالي إن إحنا طايرين على 160. اتقلبنا. لحظة الموت دي الزمن بيقف فيها. أنا حاسس إن أنا بشوف كل حاجة أكنها بتحصل كل يوم. دي كانت أول مرة أموت فيها. يحيى مش عارف يتغلب على شعوره بالذنب إنه كان سبب في موت مراته وبنته. ليه ما حبتهاش؟ حبيتها زي مراتي. وإن زي ما هو منسيش الحادثة برضه منسيش حب حياته القديم لبنى. ليه أصلا ضيعتي من إيدي؟ ليه شريف رفضني لما اتقدمت لك؟ قصدي إنه عمره ما صدق إني ممكن أتغير علشانك. أنا لسه بحبك زي الأول. ولا أنا نسيتك. يحيى لما بيروح البيت بيلاقي إن في مكالمة جت على تليفون شريف، ويا ترى من مين؟ من شريف نفسه. مفيش بني آدم ما بيكذبش. شريف؟ أنت بتتكلم من إيه؟ على طول أخد بعضه وراح على المستشفى عشان يعرف إزاي في تليفون دخل لشريف جوه العنبر. جوزها أكبر منها ب12 سنة. تفتكر لو مات لبنى هتعيش إزاي؟ هتبقى حياتها أحسن من كده. شريف مازال بيلعب على نقط ضعف يحيى وتحديدا حبه للبنى، وبيقول له إنه لو رجع بيه الزمن برضه ما كانش هيجوزها له. كفاية خيال بقى. لا الخيال مش عيب، إنما العيب إنك تخبيه جواك وما تطلعوش إلا لما تشرب بس. وأثناء كلامهم الدم بيغرق الحمام، ويحيى بيلاقي إن شريف معور نفسه، فعلى طول بينقلوه للمستشفى. يحيى بيمشي على العنوان اللي لقاه موجود على الكارت، وبيروح لديجا اللي بتعمل تاتو،
وأول ما سألها عن تاتو شريف اتضرب. انت اللي رسمتي التاتو اللي على دراعه؟ لا، انا اللي حاولت اشيله وما عرفتش. اول لما شغلت المكنه بصلي وضحك وكسر لي دراعي. بجد انا اسفه تاني. وبعدها سألها على التاتو اللي كان على جسم مرات شريف. التاتو اللي على الفخذ ده شكله حنه، الحاجات الرخيصه اللي بتعمل على البلاجات. يحيى بيرجع البيت وبيلاقي مايا اللي علاقتهم تقدر تقول عليها friends with benefits، وكانت جايباله معاها إزازة خمرة نسبة الكحول فيها 55%، بجانب أصلا إنها إزازة مش عادية ومنتشر عنها سمعة سيئة جدا، وإن ليها مخاطر كبيرة وبتخليك تدخل في حالة هلاوس وتشوف أرواح شريرة وأوهام، وأصلا اتمنعت فترة كبيرة بسبب جريمة حصلت. واحد بعد ما شرب الإزازة دخل قتل مراته وهي حامل وبناتها الاتنين، وده يوريك ليه الخمر حرام، بل إنها كمان من كبائر الذنوب. المهم إن بجانب الإزازة دي مايا في نفس اللحظة ادت له عقار ال DMT، أو اللي تم تسميته في الفيلم بحباية الفيل الأزرق. مادة اكتشفوا إنها بتتفرز في مخ الإنسان وهو بيموت، بتساعده بريلاكس وهو بيستقبل العالم الآخر. DMT. مهم جدا إننا نقف ونفهم إيه هو ال DMT. عقار بيسبب هلوسة بصرية وسمعية لفترة قصيرة، ولكن تأثيرها بيكون شديد جدا، وبيتم استخدامه في الطقوس الروحانية. بيحسسك بشعور تغير المكان والزمان، يعني ممكن تلاقي نفسك بتكلم أشباح أو كائنات فضائية، لأنه حرفيا بيعمل تغيير جذري في إدراك الهوية والواقع. والتجارب اللي اتعملت على الناس اللي تعاطوا ال DMT قالوا إنهم حسوا بمشاعر خروج الروح من الجسد، أو رحلة في الفراغ، الدخول في عالم مختلف، بيتواصلوا مع كائنات أو كائنات، وبيدخلوا في حالة تسمى بموت الأنا. والحالة دي مش مرتبطة بالDMT ولكن بعقارات الهلوسة عموما، وفي الحالة دي بتخوض تجربة ممكن تكون مرعبة أو تنويرية على حسب. بتكون حاسس إنك منفصل عن العالم ولكن متصل بالكون وبكل البشر، وبتحس بتحرر كل قيود عقلك، ولكنها شيء سلبي أيضا لأنها ممكن تسبب لك بارانويا أو ذهان. وخد بالك أنا قررت كم مرة في الحلقة موضوع البارانويا والذهان، وعشان نقدر نفهم إيه اللي بيحصل مع يحيى أول ما بياخد الحباية كان لازم أدور على قصص لناس حقيقية حكوا تجربتهم بعد ما أخدوا ال DMT. وحرفيا أنا كنت ميت ضحك وأنا بسمع القصص دي. يعني مثلا واحد قال إنه شاف صاحبه جلده بيتقشر وبيتحول لكود برمجة، فلما فاق قال لهم يا جدعان أنا شفت المستقبل، الذكاء الاصطناعي بيتحكم فينا. واللي يقول لك أنا شفت اللي خلقني، معرفش ده كان ديانته إيه. واللي يقول لك أنا دخلت رحلة في الثقب الأسود. واللي حكى إن هو شاف الأوضة بتختفي ومرة واحدة لقى نفسه في مركب على البحر. فدي كانت تجارب بعض الناس مع ال DMT اللي تم تسميته داخل الفيلم بحباية الفيل الأزرق. وعلى فكرة اختيار الاسم فكرني بموضوع الفيلة الوردية، وده كان مصطلح شائع بين متعاطي الكحول، واللي كان بيعبر عن الدخول في حالة هلوسة شديدة أو أحلام يقظة. المهم نرجع لأول تجربة ليحيى مع حباية الفيل الأزرق، وتحس إن روحه خرجت بره جسمه، شايف حاجات غريبة وبشكل مختلف. يعني في لقطة شايف لبنى بترقص، وفي لقطة تانية قدامه باب فتحه لقى نفسه جوه شقة شريف. ولما يحيى بيفوق بيروح ينده على مايا ولكنه مش بيلاقيها، فبيروح يعمل قهوة. ثم بنلاقيه بيفوق تاني، والمرة دي بيلاقي مايا فعلا، ولكن بعد ما تم الاعتداء عليها. كعادة شخصية يحيى كل ما يلاقي حياته بايظة بيهرب بإنه يروح يلعب قمار، وشرحت لك يعني أسباب ده من شوية. عرفت اللي حصل؟ مايا ماتت يا يحيى، خبطتها عربية في المعادي، هي كانت معاك؟ يحيى أول ما بيسمع خبر موت مايا بيحصل له دوخة بسبب الهبوط المفاجئ لمعدل السكر في الدم، وبيحاول إنه يلحق نفسه بالسكر ولكن بيغمى عليه. ممكن تاخد بالك من موضوع السكر ده؟ مين اللي قتل مايا يا يحيى؟ أنا ما لمستهاش. الصور اللي على تليفونك بتقول غير كده. بعد المكالمة دي وبعد ما يحيى لقى فعلا صور على تليفونه شبه صور شريف قبل ما يقتل مراته، بياخد بعضه على طول وبيروح له المستشفى هناك. يحيى بيرن على الرقم اللي بيكلمه عشان يلاقيه بيتصل على نفسه. موضوع هلاوس التليفون ده بصراحة قلقني عليك جدا. انت ابتديت سكة الجنون. قميصي معمول في الشقة. قول لي القميص ده قصته ايه يا شريف؟ واللي حصل هنا هي حاجة منتشرة قوي في ثقافة علاج مس الجن، ألا وهي الصعق بالكهرباء. وهتلاقي إن المرتين اللي اتصعق فيهم شريف هما المرتين اللي حاول يساعد يحيى في حل اللغز.
كأن الكهرباء هي اللي بتفصل بين نائل وبين شريف. بعدها يحيى بيروح لبيت شريف، وهناك بالصدفة بيلاقي القميص، واللي هو يعني أنا كان بالنسبة لي يلاقيه وهو بيدور عليه أرحم من إن هو يلاقيه بالطريقة دي. المهم إن بعد ما بيلاقي القميص بيكتشف إن عليه نفس الأرقام اللي كان بيكتبها شريف، وهنا بيدرك إن القميص ده وراه حاجة. بعدها بيروح يقابل لبنى اللي بتكلمه عن علاقتها بخالد جوزها. بس من ساعة موضوع شريف ده وهو حاسس إن مستعر مني. أول سنة جواز ما كناش متفاهمين مع بعض، وأنا كنت عايزة أتطلق، بس لا مش هقولك. أنا يحيى ما هي دي المشكلة. ولما شريف بيرجع من المستشفى بيعزلوه لوحده، ويحيى بيروح يحط مسجل صوت في الغرفة اللي موجود فيها، وبيرجع البيت ياخد حباية تانية من الفيل الأزرق. هو عارف إنك هترجع، مكتوب نتقابل عند الشجرة. هو مين يا عم سيد؟ صاحب البيت المأمون. وكالعادة بيلاقي نفسه في رحلة مختلفة في زمن تاني. جلدي بيتقطع، مش قادرة. ايه لزوم الضحك ده؟ وعلى فكرة المشاهد اللي بتيجي بعد ما يحيى بياخد الحباية مش شرط تشوف إنها منطقية، وديك شفت القصص الغريبة لما حكيت لك تجارب بعض الأشخاص مع الDMT، ولكن الشيء اللي ممكن يسبب لك علامة استفهام إن الحباية بتلعب دور كبير في حل اللغز بتاع الفيلم، وده اللي ممكن تحسه مش منطقي. يعني إيه شخص ياخد حباية يحل بيها قضية صعبة جدا في الواقع؟ بس يعني تعالى كده نحاول نوجد لها مخرج. خلينا نقول إن يحيى لما راح بيت شريف ولقى عنده الكتاب وقرأ قصة الأمير مع المحظية بتاعته، اتخزنت عنده في اللاوعي، والحباية كانت هي الوسيلة اللي ساعدته إنه يربط الأحداث ببعض، وإن اللي حصل مع شريف الكردي ممكن يكون نفس اللي حصل مع الأمير اللي قرأ عنه، واللي هم يعني سموه المأمون جوه أحداث الفيلم. طب نفترض إن أنت ما اقتنعتش بالتفسير الأول، تعال هقول لك تفسير تاني. خلينا نقول إن أحمد مراد مؤمن بنظرية اللاوعي الجمعي اللي طرحها كارل يونغ، واللي بتقول إن الإنسان بيورث التجارب الشخصية بتاعة أسلافه وبتفضل موجودة عنده في اللاوعي. هو ممكن ما يبقاش مدركها، بس وقت الأزمات بيقدر إن هو يستفاد منها. وهو يا عم تفسير تاني، هو ممكن ما يبقاش جه في دماغ أحمد مراد أصلا، وإن كل ده اجتهاد مني، ولكن يبدو منطقي يعني. المهم إن يحيى لما بيفوق بعد الحباية بيلاقي إنه متعور في صباعه، والدم موجود فعلا في الحقيقة، وبيقرر بعدها يروح لشريف عشان ياخد التسجيل الصوتي اللي كان حاطه هناك. شفت بحر كان أكبر بغل في المنطقة، كان بيبقى له لمعة كده زرقاء زي البحر، فسميته بحر. ازاي بتدخل أحلامي؟ انت اللي بتخش العالم بتاعي. وهنا يحيى استغرب ازاي شريف عرف انه شاف بغل لونه ازرق في الحلم. لقيت القميص معايا. احرقه يا يحيى. مش هحرقه كده بقى تبقى بتأذي نفسك. وبعدها شريف بيتحول عليه، ثم يحيى بيروح البيت ويسمع التسجيلات. انا قتلتها، خانتني. يحيى بقى يعرف الكلام ده، لكن اللي هيقوله شريف بعدها هو الصدمة اللي بجد بالنسبة ليحيى. يحيى هو اللي اتفق معايا اني اعمل التمثيلية دي. مقابل ايه يا شريف؟ يحيى عاوزني اجوزه اختي، بس هو ما يعرفش. يحيى عنده سكيزوفرينيا. يحيى مش متخيل ان هو اللي اختار العنبر وحالتي. يحيى بعد ما سمع كلام شريف مع سامح زيدان عينه بتدمع، وبيقوم مديها وضعية الجنين في بطن أمه، ووضعية الجسم دي نفسيا بتعبر عن الانهيار النفسي. طب وانت بتعترف عليه ليه؟ لانه هددني بالقتل لما قلت له ما ينفعش اجوز اختي. يحيى مجنون. وده يوريك ان هو شخصيا شاكك في نفسه. وبعدها بيتم استدعائه للتحقيق من قبل المستشفى، وهو في الطريق هناك بيندهله عم سيد. اتأخرت يا دكتور. معلش كان عندي ميعاد يا عم سيد. ميعادك كان عند الشجرة. أنهي شجرة؟ شجرة أم الشعور. الشجرة اللي بره دي؟ هو في شجر بيطلع في قلب البيوت يا دكتور. لما يحيى بيتم مواجهته بينكر كل الكلام اللي قاله شريف. ههدد واحد عشان اتجوز اخته المتجوزه. انا ما قلتش انها متجوزه. كل ده تأليف. شريف الكردي حالة فصام. انت فعلا مالكش علاقه باخت شريف؟ معرفهاش. الامن بيقول ان في عربيه جت من كام يوم الساعه 11 بالليل بطاقه باسم لبنى الكردي. وعلى فكرة كريم عبد العزيز عمل المشهد ده حلو جدا، وعرف ينقلك الوضعية الدفاعية اللي فيها شخصية يحيى راشد، وده بيظهر من خلال قعدته وتجنب الاتصال البصري وحتى ردة فعل ايده. دكتورة صفاء ما بترضاش تفصل يحيى وبتكتفي بنقله من قسم 8 غرب. انت كنت فين ال5 سنين اللي فاتوا دول؟ انت مدرك ان العزال ممكن يعمل ايه في اي حد؟ انا مش مريض يا دكتور. احنا ما قلناش انك مريض يا يحيى.
يحيى آخر واحد بيعرف إنه عيان هو المريض نفسه. لبنى بتروح ليحيى البيت وبتقول له إنها طلبت الطلاق من جوزها وهو وافق. وفي المشهد ده يحيى قال لها على كل الكلام اللي شريف قاله. اخوك قال لي سامح انه قتل مراته، وقال كمان ان انا بهدده. شريف مجنون. مش يمكن اكون انا عملت كده فعلا، ما بقتش عارف افرق الحقيقه من الخيال. بس لبنى هي الوحيدة اللي كانت مصدقة إن يحيى مش مريض. انا مش مظبوط، بشوف حاجات ما حصلتش. اخوك ممكن يبقى بيتكلم صح. كل الاعراض اللي بشوفها على اخوك عندنا بحكيها انها عنده. يحيى بيصحى على مكالمة من المستشفى إنهم محتاجينه ضروري. شريف طلبك بالاسم، هدد لو فتحنا الباب هيكسر رقبة سامح. بياخد الصاعق الكهربي وهو داخل لشريف، لأن في سياق الفيلم الكهرباء كانت قادرة على الفصل بين الجن نائل وبين شريف. انت مش محتاج جهاز، انت سليم، صدق نفسك يا دكتور. يحيى حاول ينقذ سامح ولكنه بيفشل. يحيى بيقرر بمساعدة لبنى إنه يراقب نفسه تحت تأثير DMT، والمرة دي قبل ما يبلع حباية الفيل الأزرق بيلبس القميص. سيدي اقترب. إنه مس الشيطان يا سيدي، منها لله اللي دقت الوشم على حريمك. وهنا أدرك يحيى إنه مس شيطاني. جلبت لها نكاح سفلي يجسد نفسه في صورة كلب، يلبسك القميص ده حميه ب9 أرقام لا يقراها جن ولا يفهم، وتستغيث بيها لصديق يساعدك أو يأيدك. وموضوع الكلب الأسود ده لأنه بيقال إن الشيطان يتصور في صورة الكلاب السود. وبالنسبة للملح فهو شائع جدا في ثقافة المس، وإنه بيطرد الشيطان، بس ده ما فيش سند عليه لا من القرآن ولا من السنة. وبالنسبة لشجرة أم الشعور هنلاقي إنها في الحضارات القديمة كانت بتستخدم في التعويذ، بجانب إنها من أكتر الأشجار اللي تم زراعتها في عهد محمد علي، ودي الفترة الزمنية اللي يحيى بيدخل فيها من خلال أحلامه. وبالنسبة لموضوع القميص فهو ملهوش علاقة بقصة الجبرتي، ولكن هي كفكرة كانت موجودة فعلا. وده وقت انتشار السحر والشعوذة في عصر الدولة العثمانية، تلاقي دجال يعمل قميص ويكتب عليه طلاسم ويديه للملك، اعتقادا ان ده هيحميه من اي شر او مخاطر يتعرض لها. وعلى فكرة القميص ده فيه منه حوالي 8، منهم 1 في مصر. يحيى بيفوق وبيروح يقرأ كتاب الجبرتي، وساعتها بيفهم اللي حصل مع شريف. قتل رجل يدعى المأمون امرأته، فأودع مرستان قلعون للمجانين. وفي المشهد اللي بعده بيروح يسأل على عم سيد. عم سيد فين؟ كان بيقعد في البيت ده وعند الشجرة هنا. ده مات من 4 سنين. وعم سيد ده من أغرب الحاجات اللي في السيناريو، يعني انت لا فاهم هو مين ولا فاهم بيعمل ايه في المستشفى، وليه حتى يحيى اداله في أول لقاء بينهم قميص، وليه بيشوفه تحت تأثير الحباية. مفيش أي حاجة اتقدمت عنه. لكن في الرواية هو متقدم إنه من أشهر مرضى المستشفى، كان ترزي عتيق وكان مصاب بحالة الفصام المتبقي. وده يوريك إن السيناريو كان فيه ثغرات وعناصر كتير غير متجانسة مع بعض. وما تقلقش، يعني احنا في الآخر هنتكلم على كل ده بالتفصيل. انت اللي رسمت البسمة التاتو. انا اتعاملت مع شريف مش مع مراته. انا ما قلتش انها مراته يا بنتي. رسمت لها ايه لما جات لك؟ وردة. طلع الكتاب اللي رسمتي منه. يحيى بيروح لديجا وبيفهم منها حقيقة الموضوع. طلسم نجس، سحر. كل القصة تاتو بيترسم وعزيمة بتداري، وياكلها كلب، مش كده؟ وهنا بيعرف سر التاتوه اللي رسمته لمرات شريف. بس ما جاتلي جن بيعمل بيحضر ويلبس الراجل، والكل يقوم الصبح مبسوط. انت ما قتلتيش الكلب؟ لا، الكلب مات لوحده، بس اللي حضر مع بسمة شيء تاني، شيء ما بينصرفش. يحيى بياخد الكتاب من ديجا وبيرجع البيت، وهناك بيتعرف على علم تحويل الحروف لأرقام اللي معروف أيضا باسم علم الأوفاء. طاقة خفية عن طريقها بيتم تسخير الجن، معادلة ليها قوة تحمي ويبقى اسمها حجاب، أو تدمر ويبقى اسمها عمل سفلي، وده اللي اتعمل لشريف وبسمة. وبيفهم إن الأرقام اللي كانت موجودة على القميص هي ترجمة لاسم الله المانع، وإن ده الاسم الوحيد اللي بيوقف نائل. لأن لكل شيطان اسم يضعفه ويطرده. شريف كان بيطلبها ونايل ينسيه ويحاول يخليني أحرق القميص. وفي المشهد اللي بعده بيروح المستشفى عشان يقابل شريف. يحيى بيمسك القلم وبيبدأ يكتب أرقام في مربع الحماية. الجنة فيها كل حاجة بس مملة. ولما بيظهر القميص لشريف بيلاقي إنه متأثرش. الحقيقة يا يحيى أنت بتفكرني بالعيال بتوع المدارس لما بيروحوا يفتنوا للناظر، عمره ما نفعهم. والجمل اللي فاتت كانت تجسيدا للشيطان وعصيانه لربه. دجل وشعوذة دي آخرتها. المستشفى دلوقتي هيقولوا علينا إيه؟ بننتصر للجهل.
يحيى فضل مكمل كتابة، وشريف أو نائل بقى فضل مستمر برضه في الضغط عليه. كل ده عشان حاولت أخليك تشوف نفسك بشكل أوضح. اخرج من دماغي. حررت خيالاتك. لبنى كانت هترجع لك، من غيري ثقتك كانت هترجع لك. ومرة واحدة نائل بيثور على يحيى. نائل بيتحرق والوشم اللي كان على دماغ شريف بيختفي. كنت بعتلك أواب، كنت بغيب عن الوعي بالأيام، وفي مرة فكرت فيك. أنت عارف إنك مش ممكن هتتخلى عني ولا عن لبنى. وفي النهاية تقرير 8 غرب صدر باحتمالية عدم مسؤولية شريف عن الجريمة اللي ارتكبها. أخد حكم إيداع في الخنجة، يتعالج لغاية ما يخف وممكن يخرج. يحيى بعد التجربة دي بيطلع شخص تاني وبيرمي كل اللي فات ورا ظهره، والظروف بتجمعه مرة تانية بحب حياته لبنى. بس هيفضل الفرق بين الحقيقة والخيال باب اسمه الفضول. خليني أقولك إن اللي فات من الحلقة مهم، لكن اللي جاي أهم، عشان كمان شوية هنحاول نبحث في حقيقة الموضوع ونعرف هل فعلا يحيى كان مريض ولا كان بيحارب الجن، وإيه هي الثغرات اللي الفيلم وقع فيها. بس خلونا دلوقتي نتكلم سريعا عن الأداء التمثيلي. كريم عبد العزيز من وجهة نظري الفيل الأزرق كان بيمثل مرحلة نضجه الفني، مش بس عشان الفيلم كله تجربة مختلفة، ولكن شخصية يحيى راشد كشفت له جزء جديد من نفسه وادت له الفرصة إنه يروح لمساحة تانية ويستغل أدواته التمثيلية بشكل جديد، تعبيرات وشه ولغة جسده وتعبيره عن المشاعر، فتحس إنه حط فيها كل خبرة السنين اللي فاتت. بالنسبة لخالد الصاوي شفت إنه عمل الدور بشكل حلو، وده مش جديد عليه لأنه فعلا من المواهب المهمة في السينما المصرية. بس الشيء اللي يضايق إن الفيلم كان نازل يعتبر في فترته الذهبية، فده خلاني أزعل على موهبته وإنه حاليا مستنزف طاقته في أعمال كتير جدا. يعني أكاد أجزم لك إنه عامل آخر 5 سنين بس أكتر من 10 أفلام بطولته، وللأسف مش فاكر له أي حاجة منهم. نيلي كريم شاطرة حتى ولو الدور ما ادهاش المساحة الكبيرة اللي تظهر فيها ده. وأخيرا محمد ممدوح واللي ظهر في كام مشهد بسيط ولكن دايما حضوره ملفت، وللعلم هو جه بعد اعتذار ماجد الكدواني عن الدور. الموسيقى التصويرية لهشام نزيه قدرت تحمل أبعاد متعددة زي التوتر والحزن والغموض وكمان الرعب، ده غير إن الصوت المعدني اللي فيها بيجيب ضيق تنفس لوحده. مدير التصوير أحمد المرسي أدى مهمته بشكل أكتر من رائع، وحقيقي يعني هو من أشطر الناس اللي في مجاله. في أكتر من كادر عجبني في الفيلم، وكان في سيمترية في كتير من الأحيان، وكذلك مونتاج الفيلم كويس وكان فيه لمسات إبداعية. وآخر حاجة هي المؤثرات الصوتية اللي شفت إنها رفعت كتير من جودة الفيلم. وبس، لكن في حاجات ما عجبتنيش برضو زي كثرة استخدام الكات تو بلاك، ما عجبنيش برضو استخدام السلو موشن بشكل مبالغ فيه، وأخيراً الصوت في كتير من المشاهد حسيت إنه ما كانش واضح. السؤال المثير للجدل واللي انتشرت حواليه نظريات كتير جداً، هل يحيى كان فعلاً بيحارب الجن نائل ولا هو في الأساس مريض؟ خليني أقول لك إن الإجابة بسيطة جداً، وإن الفيلم فعلاً مشي في إطار إن يحيى بيحارب الجن نائل، وحتى صناع العمل نفسهم قالوا كده في كل اللقاءات. سيب الراجل ملبوس مش نشوف هيحصل له ايه. طيب الجن نائل لابس يحيى راشد في الاخر. وبصراحة أنا مش شايف إن الإجابة صعبة لهذه الدرجة، ولكني فاهم برضو ليه الناس حصل لها تشتت. أولاً عشان في عناصر كتير فعلاً توحيلك بإن يحيى ممكن يكون مريض. يعني شوف مثلاً أنا كم مرة ذكرت لك شيء موجود في حياة يحيى بيؤدي للإصابة بالبارانويا والذهان. وخليني أقول لك إن اللي حصل ده هو أساساً هدف أحمد مراد من البداية، إنه يحاول يلعب على الخط الرمادي بين السحر والجنون، وإنه تعمد يسيب المشاهد في حالة شك هل اللي حصل مع يحيى فعلا كان حقيقي ولا مجرد تهيؤات منه، وإنه يخلي المشاهد في الآخر يبحث بنفسه عن الإجابة اللي ترضيه. وهو قال الكلام ده حرفيا بنفسه في لقاء اتعمل معاه في سنة 2012 بعد إصدار الرواية على طول. وربما يكون نجح فعلا إنه يعمل ده في الرواية، ولكنه فشل في تحقيق نفس المعادلة في سيناريو الفيلم. هي فكرة كويسة إن أحمد مراد حاول يلعب على الشعرة اللي بين العلم والخرافة زي ما هو وصف ده بنفسه، يعني بالرغم على فكرة إن ده مش شيء جديد، لأن الجن والجنون ليهم أصل لغوي واحد. يعني بالنسبة للجن هو شيء مستتر عن الأعين، والشخص المجنون بيتم وصفه بذلك إسقاطاً على اختفاء عقله، ولكن مع ذلك يحسب له إن هو راح للمنطقة اللي بين الجن والجنون. ولكن المشكلة
إن أحمد مراد ما شافش إن في مشكلة إن هو يجمع بين الاتنين في عقل واحد، لأنه قبل كده اتسأل إن الرواية راحت في الآخر لاتجاه السحر والشعوذة وده عكس الدقة العلمية اللي كانت موجودة في البداية. رد أحمد مراد وقال إن مفيش تعارض بين السحر والعلم، الشيء اللي يخليك يعني تقف مستغرب قدامه. أصل إزاي يعني العلم مبني على التجربة والملاحظة والتحليل، عكس السحر اللي مبني على قوة خفية وظواهر غير مادية وماورائيات غير طبيعية أساساً. فده يوريك إن كان في تشتت كبير من البداية في ذهن أحمد مراد، انتقل لبطل قصته يحيى ثم انتقل لينا احنا كمشاهدين. ده حتى موضوع دخول الجن جسم الإنسان وإنه يتحكم في تصرفاته ويتكلم على لسانه في خلاف أساساً بين علماء المسلمين على مر العصور. وبالنسبة للعلم فالطب بقى لا يؤمن تماماً بهذه الفكرة، وبيتم تفسير السلوك النفسي على إنه ناتج من إحدى أعراض الاضطرابات السيكولوجية. مهم إنك تبقى عارف إن في اختلاف بين إيمانك بفكرة وجود الجن وإيمانك بفكرة دخوله داخل جسم الإنسان والتحكم فيه، لأن إحنا كمسلمين طبعاً بدون أي شك مؤمنين بوجود الجن، وإن في منهم الصالح اللي بيعبد ربنا ومنهم المتمرد الفاسد زي الشيطان، وحتى عندنا في القرآن موجود سورة الجن. ولكن فكرة دخوله جسم الإنسان والتحكم في تصرفاته ده شيء مختلف. هتقعد تتفرج على 50 لبس حتى لو ده من باب ان هي دي امراض نفسيه او بتاع، انا عايش الجو. فكان مهم برضو ان انا اوضح لك جزئيه زي دي عشان الاجواء بتاعه الفيلم ما تضللكش عن الحقيقه. وعلى فكره اصلا صديق احمد مراد اللي الهمه بفكره الفيلم كان في الاساس مصاب بمرض نفسي. صديق ليا كان بيعاني من نفس الحاله بتاعت شريف الكردي، يعني مش كان ملبوس، هو كان عنده مرض عقلي، والمرض العقلي بيدي إيحاء ان في لبس، في شرايط كاسيت متسجله وهو بيقول ان انا جوايا حد تاني. فده أوحالي جدا جدا بالفكره بتاعت الفيل الازرق. المهم نرجع تاني لاحمد مراد اللي كان ممكن يوصف الفيلم عادي جدا ان هو خيال علمي، مش شرط يعني الكلام المجعلص، زي ما وصف بانها روايه نفسيه بتكشف الجانب المظلم من النفس البشريه، كانها مجادله بين شيطانك الداخلي او نفسك التي قد تكون اكثر شرا. وفوق كل ده بيناقش الحب من منظور 3 علاقات متشابكه، الزوجه، العشيقه، الحبيبه. فتحس ان وصف احمد مراد نفسه لروايته او لفيلمه مفكك، وده يعكس الحاله اللي ظهرت عليها عناصر الفيلم من عدم تجانس، وده اللي أدى لأنه ما يعرفش يحط نهاية واضحة للقصة في الآخر. فاضطر الجمهور إن هو يقعد يطرح احتماليات ونظريات ما جاتش في دماغ أحمد مراد أساسا. هتقولي ليه يا عم بتقول كده، مش يمكن هو العبقري؟ أقول لك هو اللي شخصيا قال ده بنفسه، يعني في لقاء اتعمل معاه قبل كده. وجهة نظري إن أحمد مراد حاول إن هو يناقش أفكار كتير جدا في نفس اللحظة، واللي فيه منهم أساساً بيناقض بعض، فطلع في الآخر عمل مشوه. في اللي ممكن يشوف التشوه ده تحفة فنية لأجل إن هو بيبقى شيء مختلف وجديد على العين، وفي اللي ممكن يراجع البروسيس واحدة واحدة فيكتشف إن لأ، الفيلم فعلاً كان فيه فرصة إن هو يطلع بشكل أفضل بكتير من النسخة الشاحبة اللي احنا شفناها. وعلى فكرة أحمد مراد يستحق إن هو يقدم عمل فني على مستوى أحسن من كده بكتير، لأنه فعلاً شخص مجتهد ومن الناس اللي بتقرأ وبتبحث وبتسعى دايما إنها تقدم شيء مختلف. وعموما هو ما يتحملش المسؤولية لوحده، لأن برضه في مخرج ودوره مش مقتصر بس على سرد القصة بصريا، ولكن هو مسؤول عن الرؤية بتاعة الفيلم بشكل كامل. بس برضه للأمانة يعني مروان حامد دار كتير من العيوب بتاعة الفيلم بإخراجه المبهر، لأن فعلا الفيلم كان على مستوى تقني رائع. بس خليني أقولك إن لاحظت إن تم حذف مشاهد كتير جدا كانت موجودة في إعلان الفيلم اللي نزل سنة 2014. طريت لي كلب أسود في أحلامي، وفتحت تابوت راقدة في قصة حب ماتت من 10 سنين. أعرف عن نفسي الكثير، أنا فتاة إنسان يتظاهر إنه على قيد الحياة، أنا يونس في بطن حوت كافر. وممكن فعلا المشاهد دي لو موجودة رأيي يختلف حوالين الفيلم، لأنهم أكتر من مشهد، ودول بس اللي كانوا موجودين في الإعلان بتاع الفيلم، وربما يكون في أكتر منهم بكتير اتحذف برضه ولكنه ما كانش موجود في الإعلان. أنا الذي ينتظر لحظة الإظلام الأخير. احكي لي عن أسود حاجة. حصيلة يومين بس في المستشفى، حققت مع صديق عمر متهم في جريمة قتل. هتقولي ما أكيد مروان حامد عمل كده عشان المدة بتاعت الفيلم، وإن النسخة اللي احنا شفناها هي مدتها 2.5 ساعة. هقولك عادي، يعني ما في مشاهد موجودة في الفيلم حسيت إنها مضافتش جديد للقصة، وفي مشاهد تانية حسيت إن هي كانت بطيئة ومملة. وعارفك هتقولي يا عمدة ما في جزء تالت هينزل السنة الجاية، وممكن يحيى راشد فعلا يطلع مريض، أو زي ما شفنا في آخر مشهد في الجزء التاني
إن هو المرة دي يبقى الجن، أو يطلع مثلا إن الجزء التاني كله كان تأثير الحباية اللي هو أخدها في نهاية الجزء الأول. أيا كان بقى، هقولك إن ده برضو مش هيغير وجهة نظري في شيء ولا هينفي الكلام اللي أنا قلته، لأن أساسا ما كانش في الحسبان إن الفيلم يتحول لسلسلة وإن هو يبقى فيه منه جزء تاني وتالت. لكن فجأة كده ما تيجي نعمل جزء جديد من الفيل الأزرق. أنا اشتقت للكواليس بتاعت الفيل الأزرق 4 سنين تقريبا من الفيل الأزرق الأولاني، فقلت لا احنا لازم نعمل كده. أنا دلوقتي كلامي كله أصلا على الجزء الأول اللي اتبنى عليه الفيلم. كون إن أحمد مراد بعد 10 سنين هيغير المعادلة ويلعب على أفكار وعناصر مختلفة، ده أمر طبيعي جدا، بل بالعكس ضروري إنه يحصل عشان يقدر يحافظ على نجاح الأجزاء اللي قبله. والقصة نفسها مدية مساحة لده، عندك أفكار كتير جدا تقدر تستند عليها إنك تروح لحتة مختلفة في الجزء الثالث. وأنا أصلا أتمنى إن الجزء الثالث يكون متماسك أكتر وعلى مستوى أفضل، وإن العناصر المرة دي تكون متجانسة. والصراحة ده اللي أنا متوقعه، لأن 10 سنين تثقل جدا من مهارة أي شخص، ما بالك بأحمد مراد اللي اوريدي عنده حاجة يقولها وبيدور دايما على إنه يقدم شيء مختلف. وبس أخيرا دي كانت وجهة نظري في فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، واللي بشوف إن هو overrated. أيوة، بالرغم من المجهود الكبير اللي أنا بذلته في شرحه وتحليله، وفعليا المجهود كان مضاعف في الحلقة نظرا لأن أجزاء كتير من السيناريو كانت متناصرة وغير متجانسة مع بعض. لكن هل معنى إني بقول إن الفيلم overrated يبقى هو وحش؟ لأ، بالعكس، الفيلم فعلا مسلي، فيه عناصر كويسة كتير ومختلف يعني عن نوعية الأفلام اللي اتقدمت وقتها، ولكنه ما يستحقش الهايب الكبيرة اللي عليه دي. وعلى العموم كل واحد حر في رأيه، زي ما أنا بقول رأيي دلوقتي. وارجع أفكرك إن أنا بتكلم عن الفيلم مش الرواية، وتعمدت إن أنا مقرأش الرواية عشان أقدر أتعامل مع الفيلم لوحده، وإن أنا أقدر أقيم أحمد مراد كسيناريست مش روائي. بس للأمانة برضو يعني اضطريت إن أنا أخد نظرة على الرواية عشان أقدر أفهم كذا حاجة. وأصلا دي مشكلة إن سيناريو الفيلم يكون فيه ثغرات وعلامات استفهام كتير ما تفهمهاش غير لو قرأت الرواية. بس أعتقد إن ده حصل بسبب إن أحمد مراد كتب سيناريو الفيلم بعد ما خلص الرواية بأسبوعين بس. من وجهة نظري أعتقد إنه كان محتاج ياخد وقت أكبر عشان يدي سيناريو الفيلم حقه زي ما عمل مع الرواية، وإنه يدرك حقيقة إن السينما والأدب كل منهم فن مستقل بذاته. وبس كده خلصت رحلتنا مع فيلم الفيل الأزرق الجزء الأول، ومعاها بتنتهي حلقتنا. واتمنى طبعا أكون قدرت أضيف حاجة جديدة أو ألفت نظرك لشيء، رسالة أو فكرة أو وجهة نظر مختلفة. والأهم في الآخر هو رأيكم أنتم اللي هستنى تشاركوني بيه تحت في الكومنتات. ولو حبيت الحلقة والكلام وعايزه ينتشر أكتر، اعمل شير للحلقة مع صحابك ولايك واشترك وفعل زر التنبيهات عشان تشوف الحلقات اللي جاية. ولو عايز تعرف عني أكتر هتلاقي لينكات الانستجرام وإكس وفيسبوك تحت في الديسكريبشن، تابعني هناك، وتحديدا بيدج الفيسبوك يعني عشان لسه عاملها بقى وكده. وبس، كان معاكم محمد عماد، و سلام.